مساء الخير. معلش انا لابس دي عشان الهوا النهارده ساقع شويه، وبصراحه الدنيا برد. النهارده انا عايز اتكلم في حاجه حاصله في مصر، او حاجه حاصله في الشارع المصري، وانا بقصد كلمه الشارع المصري الا وهي السواقه عكس الاتجاه. دلوقتي انا يعني في المنطقه اللي انا بقى ساكن فيها، عشان هي لسه بتقوم، والله حتى مش في المنطقه اللي انا ساكن فيها، ده في كل حته في مصر بتلاقي ناس واخده الطريق عكسي، وعادي بالنسبه لهم. لما تكلمهم، انا كلمت ناس منهم شخصيا، يقول لك يا عم ده عادي، مش مشكله، مفيش حاجه تحصل، هي جت عليا، جت على ارمط، على راي واحد صاحبي. يعني الفكره ان هم ما بيستوعبوش اللي هيحصل. يعني المنطقه اللي انا ساكن فيها، كنت انا من كام يوم كده واحد ماشي عكسي، وطبعا واحد طلع ماشي عادي، وواحد قام لافف مره واحده في وشه عكسي، الاثنين رشقوا في بعض. كانت يعني حادثه بس ما شاء الله، يعني مش عارف اقول ايه، وده بسبب تهور واحد. طيب انت استفدت ايه؟ وفرت ال 30 ثانيه. هي دي الفكره بتاعتك، ال 30 ثانيه دول اللي انت بدل ما تاخد تمشي مثلا 200 متر وتاخد اليو تيرن، يعني هي دي اللي انت وفرتها. طب اديك عملت حادثه يا سيدي، وبعدين اخرتها ايه؟ هو ده اللي انت مبسوط بيه يعني؟ المهم، وهكذا وهكذا وهكذا. وبعد كده الفكره برضو اللي انا عايز اتكلم فيها برضو المرور، يعني رجال المرور. حاجه حصلت معايا انا شخصيا، كنت ماشي طالع على ترعه الاسماعيليه. المهم بعد ما عديت اللي هي الكابلات والحته دي كلها، وطالع على ترعه الاسماعيليه، الاقي لك ناس جايين في وشي عكسي، وفي حته يعني اللي بيروح هناك، يعني الحته اللي هي ما بين الكابلات وترعه الاسماعيليه هيعرف الحته اللي انا بتكلم عليها. تلاقي ناس جايين حته عكسي علشان يخطفوا الدخله الشمال دي، وانا كنت هلبس في كذا واحد. المهم طلعت قدام بره واحده، اول ما دخلت عند اول ترعه اسماعيليه ببص لقيت ايه؟ لجنه. قلت حلو، كنت واقف، اقسم بالله العظيم ده اللي حصل معايا. بقول لهم ايه؟ بقول لهم يا جماعه، في ورا هنا ما فيش 200 300 متر الناس كلها جايه عكس، اتوبيسات، تكاتك، ميكروباصات، انت عيش حياتك يعني. فالراجل بص كده قال لي عارفين. طب ما بتعملوش حاجه ليه؟ قال لي عشان دي تبع الاميريه، احنا مش عارف تبع ايه. بص انا متفهم، ماشي، هي دي مش تبعك، فانت مالكش القدره او السلطه ان انت تعمل اي حاجه هناك، بس بلغ يا جماعه، قالوا يا جماعه في عندكم هنا مصيبه حاصله وكوارث وي حد يجي يشوف، بدل ما تقعدوا تاخدوا مخالفات علينا احنا. انا والله اخدت 4 مخالفات بحزام وانا لابسه علشان الكاميرا مش باينه، وانا اتكلمت على ده في فيديو قبل كده. بدل ما تاخدونا احنا مخالفات، الناس اللي لابسه وتطلعوا عنا وما في الاخر ما بتشيلوهاش. طب ما تشوفوا الناس اللي ماشيه عكس دي وبتخاطر بارواح الناس. انا يعني في مليون حاجه ممكن تتعمل، والمشكله ان ده فينا كلنا في الشعب المصري. يقول لك اشمعنى انا؟ طب ما هو طول ما انت بتقول اشمعنى انا، غيرك هيقول اشمعنى انا، وغيرك انا يقول اشمعنى انا، وغيرك 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 وغيرك. طب واخرتها ادي عربيتين اتدمروا الاسبوع على 10 ايام، وربنا يستر بقى، يعني ربنا يستر علينا كلنا يعني. فاتمنى ان الناس اللي بتعمل كده تتعظ، وما يقولوش انها مش هتحصل لهم، ممكن تحصل لك بكل بساطه، زي اي حد تاني. واتمنى الناس تاخد موقف، يعني مثلا لو واحد، مثلا انا عملتها قبل كده طبعا، اتهزقت ان انا مثلا واحد جاي عكسي متواقف في وشي، مش راضي اتحرك، ارجع. طبعا اتهزقت من الناس اللي ورايا، بس هعمل ايه؟ ما هو المتخلف. يلا ما علينا. السلام عليكم.